الوطني بالمغرب. تحية نضالية حركة 20 فبراير على المستوى الوطني. تحية نضالية لحركة 20 فبراير في بني ملال. تحية نضالية لشهداء الشعب المغربي. تحية نضالية لشهداء الجمعية الوطنية لحملة شهادة الوطني بالمغرب، الشهيد كمال الحساني، الشهيدة نجية أدايا، والشهيد مصطفى الحمزاوي. تحية نضالية لشهداء حركة 20 فبراير على المستوى الوطني. شهداء حركة 20 فبراير على المستوى الوطني. تحية نضالية لمعتقلي الحرية السياسية. تحية نضالية لمعتقلي الحركة الطلابية بكل من كناس، الراشدية، فاس، مراكش. تحية نضالية لمعتقلي السياسيين لحركة 20 فبراير في كل بقاع هذا الوطن الجريح. تحية نضالية لمعتقلي الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطل بالمريض. تحية نضالية لمعتقلي الجماهير الشعبية عامة الشعب المغربي. الاعتقال السياسي قضية طبقية، المعتقل والشهيد التحرير الشعبية. 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 الاعتقال السياسي قضية طبقية، المعتقل والشهيد. التحرير الشعبية. رفيقات أبناء الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطل بالمريض، مناضلين ومناضلات حركة 20 فبراير بني ملال، مناضلين ومناضلات الشعب المغربي، مناضلين ومناضلات حركات الاحتجاجية، الحركة التقدمية والديمقراطية، مناضلين ومناضلات إطارات التقدمية والديمقراطية. عفوا. الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطل بالمغرب وحركة 20 فبراير تخلدان اليوم ذكرى الأربعينية لاستشهاد كمال الحساني، الذي اغتالته أيادي النظام لا وطني لا ديمقراطي لا شعبي بتسخيره لبلطجيته التي تحاول وقف زحف ندارة الشعب المغربي والجماهير الشعبية. فمن هو كمال الحساني؟ إنه مناضل الشعب المغربي، عضو مكتب الفرع بن بوعياش، وعضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطل بالمغرب، بمعنى أنه عضو القيادة الوطنية للجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطل بالمغرب، وأيضا مناضل فاعل ودينامي وسط حركة 20 فبراير بن بوعياش. إن هذا الاغتيال الذي استهدف خيرة مناضلي الشعب المغربي في هذا السياق السياسي العام الذي يتميز بهجوم كاسح للنظام الرجعي على كل المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مصالح الشعب المغربي. هذا الاغتيال السياسي الجبان نعتبره كجمعية وطنية حملت شهادة المعطل بالمغرب جريمة سياسية في حق إطارنا العتيق، وجريمة سياسية في حق الشعب المغربي. والحساني ارتاح سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، سنواصل الكفاح، الحمزة وارتاح
مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ومن خيرة مناضلي حركة 20 فبراير، كان دائما حاضرا وبثقل في كل المحطات النضالية البطولية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. فمنذ المؤتمر الوطني العاشر الذي خلدته الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بشعار سياسي واضح يعكس انتماء طبقي للجمعية الوطنية للجماهير الشعبية، ألا وهو تشديد الوعي الطبقي بقضية البطالة والنضال ضد الإقصاء الاجتماعي. فمنذ المؤتمر الوطني العاشر مرورا بالمعركة الوطنية يوم 4 أبريل التي دامت شهرا ونصف، كان كمال الحسني دائما في مقدمة مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. يا رفيق لازلنا على الطريق، الحسني يا رفيق لازلنا على الطريق، والحسني 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 يا رفيق. لازلنا على الطريق. من المؤتمر العاشر نحو المعركة الوطنية 4 أبريل في اتجاه ذكرى الشهيد مصطفى الحمزاوي بخنفرة نحو معركة 20 يونيو بالدار البيضاء، نحو معركة التأسيس بالدار البيضاء، محطة نضالية بطولية في سجل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب. آخر محطة كان فيها رفيقنا كمال الحسني حاضرا بجانب رفاقه ورفيقاته في الجمعية الوطنية هي المعركة البطولية للجمعية الوطنية، معركة تأسيس بالدار البيضاء التي خضناها بنفس شعار النضال من أجل سياسة وطنية ديمقراطية شعبية في ميدان التشغيل. كانت آخر محطة نضالية بعدها فقدنا رفيقنا الغالي كمال الحسني، فقدت الجمعية الوطنية وحركة 20 فبراير إحدى أفضل مناضليها ألا وهو كمال الحسني. كمال الحسني الأخلاق، كمال الحسني المبادئ، كمال الحسني التضحيات، كمال الحسني المناضل الذي يعكس نضالات الشعب المغربي ونضالات الجمعية الوطنية. أم الشهيد زغريدي، الشهيد زغريدي، كل الثوار أولادك، أم 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 الشهيد زغريدي. كل الثوار أولادك. فقدنا مناضلا اسمه كمال الحسني، فقدنا مناضلين كشعب مغربي لائحتهم لا تعد ولا تحصى، فقدنا أبناء الشرفاء من داخل هذا الوطن الجريح لأنهم اختاروا طريق النضال، لأنهم اختاروا طريق الشعب المغربي، طريق التضحيات من أجل عيش كريم للشعب المغربي، من أجل حرية الشعب المغربي، من أجل عدالة الشعب المغربي. مناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية، مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير، إن هذه الجريمة السياسية التي ارتكبها النظام القائم لن تثني مناضلي الشعب المغربي على اتخاذ مسار الشهداء، لن تثني الجمعية الوطنية حملة الشهادات المعطلين بالمغرب على المضي قدما نحو اكتساب البعد الكفاحي لنضالاتها
البعد التقدمي بتضحياتها مناضلي الشعب المغربي أبناء بالبلاد مناضلي حركة 20 فبراير. صامد صامد يا مناضل لو دمي سال، دمي من أجل حقوق جعلته شلال. صامد صامد يا مناضل لو دمي سال، دمي من أجل حقوق جعلته شلال. صامد صامد يا مناضل لو دمي سال، دمي من أجل حقوق جعلته شلال. صامد صامد يا مناضل لو دمي سال، دمي من أجل حقوق جعلته شلال. صامد صامد يا مناضل لو دمي سال، في الوقت الذي يصيبه النظام القائم بمختلف شعاراته الديماغوجية، دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات، دولة الديمقراطية إلى آخره، في هذا الوقت يغتال مناضلي ومناضلات الشعب المغربي، يغتال مناضلي ومناضلات الشعب المغربي اعتقادا منه أن الحركة من إنتاج أفراد، اعتقادا منه أن اغتيال هذا المناضل أو تلك المناضلة سيوقف حركة التاريخ وسيوقف حركة الصراع، بينما الحركة هي من إنتاج الجماهير والتاريخ من صنع الجماهير الذي سيمشي نحو إسقاط كل أشكال الاستبداد، نحو إسقاط النظام القائم، نحو إسقاط كل رموز الرجعية لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي. اتجاه الصراع حاليا لا على المستوى الدولي ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى المحلي تمشي نحو تغيير شروط النظام لصالح الجماهير الشعبية عامة، تذهب في اتجاه خلق توازنات جديدة تستطيع منها أو من خلالها الجماهير الشعبية تنظيم نفسها من أجل سد خشومات كل الأنظمة الرجعية ومن ضمنها النظام الرجعي القائم في المغرب. جماهير توري توري النظام الدكتاتوري، 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 جماهير توري توري النظام الدكتاتوري. جماهير النظام الآن في تعاطيه مع الجماهير الشعبية يكشف وستظهر الأيام القادمة كشف طبيعته اللاديمقراطية في تعاطيه مع الشعب المغربي عامة ومع كل الإطارات والحركات الاحتجاجية. فطبيعته اللاديمقراطية ستتضح جليا في الاغتيالات التي ستزداد، في الاعتقالات التي ستزداد، سواء في صفوف حركة 20 فبراير أو في صفوف كل إطارات المناضلة الديمقراطية والتقدمية. الشعار والنضال الأساسي الذي يجب على الشعب المغربي أن يخوضه حاليا يجب أن يتجه في اتجاه كسب الحرية السياسية، الحل الوحيد الذي سيمكن الشعب المغربي من خلق أدواته الذاتية لصد الهجوم الرجعي للنظام القائم. وبالتالي مناضلي ومناضلة الحرية الوطنية، مناضلي ومناضلة حركة 20 فبراير، فالمزيد من التشبث بالجماهير الشعبية هو المفتاح من أجل صيانة الكرامة والعدالة والحرية الاجتماعية لكل أبناء الشعب المغربي. ننظر للنضال الأوفياء أبناء وبنات الشعب المغربي، وعاشت الجمعية الوطنية حماس سيرة المعطلين المغرب، عاشت حركة 20 فبراير. نحيي كل الإطارات التقدمية والديمقراطية التي ساهمت في إنجاح المعركة الوطنية للجمعية الوطنية، والتي ساهمت أيضا في إنشاء هذا الشكل الوطني بين حركة 20 فبراير والجمعية الوطنية ودمتم للنضال الأوفياء.